بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الممرض الطماع. بني مستوصف في أعالي الجبال في البادية، فرح القرويون فأتوا من كل ناحية، رحبوا بالممرض وقدموا له أزهارا زاهية. قال: سأعالج كل مريض وأم شاكية، وكل شيخ ورضيع وعجوز باكية. أكرموه بذبيحة وعسل وسمن وبحفاوة متناهية، ثم بدا له مع الأيام أنه لن يقدم خدمات مجانية، بل لا بد من دفع أوراق مالية، أو دجاجة تبيض بيضة ثم تتلوها بثانية، أو 20 بيضة مع لوز وجوز في آنية، أو ديك يصيح فوق السطوح وفي الضاحية، أو أرنب يقفز قفزات متتالية، أو قنينة زيت بجودة عالية، أو قال بسكر وعلبة شاي على أنها صدقة جارية، أو عسل مصفى غير مغشوش مأخوذ من خابية. هذا فقط إذا كانت العلة علة عادية، أما عند الولادة فيشترط ميزانية وهدايا خيالية. فالممرض أصبح سفاحاً باحترافية، اشتكى منه سكان البادية فأخبروهم أن هذا في كل القرى وأنها مسألة عادية، وإلا أغلق المستوصف بصفة نهائية. تحملوه وجاملوه، لكنهم كانوا يدعون عليه بالزبانية. وفي الدوار فقيه مشعوذ يتقن الأسحار الثمانية. قال: تخليتم عني ونسيتم بركاتي وطاقتي الإيجابية. رشوا المستوصف وأطعموا المريض بطعام فيه طلاسم شيطانية. لم يمض وقت طويل حتى سمعوا من المستوصف صرخات عالية، حيث خرج عليهم الممرض بملابس شبه عارية، ثم أخذ يرقص ويقفز قفزات بهلوانية، صائحاً: أنا طرزان، ضربتي ضربة قاضية. ثم اختفى في جنحة الليل بين الجبال والوديان الجارية. الترقية والترقية. توفق المدرس كريم في الانتقال إلى الدرجة الجديدة، فراتبه سيزيد. إنه يحلم بحياة كريمة سعيدة. اقترض ميزانية فاشترى سيارة فريدة، أقساطها ستدفع من أجرته أشهراً عديدة. قال: بعد أشهر ستزول هذه الأزمة الشديدة. دق عليه الجزار قائلاً: أين ثمن الأكباد والرؤوس والقديدة؟ فضحه أمام الجيران. قال: إنني أنتظر صرف الترقية الجديدة. وفي اليوم التالي دق عليه البقال وتنهد تنهيده قائلاً: لقد مضت شهور، فأين ثمن الدقيق والقطان والسكر وسنيده؟ أين ثمن الزيوت
والزبدة والحليب والشعرية والغاز وسميدة. قال: أمهلني فإنني أنتظر صرف الترقية الجديدة. ثم دق عليه بائع الخضر، وفتحت له بنته الوحيدة، فصاح في وجهها أمام الجيران: أين أبوك؟ أين ثمن الخضر والفواكه المفيدة؟ قال: أمهلني فإنني أنتظر صرف الترقية الجديدة. وفي الغد لم ينتظر، باع السيارة الفريدة بنصف ثمنها، واكتفى بتناول الخبز والزيت والشاي والعصيدة. قال: إن هذه الترقية إنها ترقية أو مكيدة، ستدخلني السجن إن بقيت بعيدة، وسأظل أتغذى بالعصيدة وأدفع أقساط السيارة الفريدة التي لم أتمتع بها، فمتى سأتخلص من هذه المصيدة؟ أما صديقه نعيم لم يكترث بالترقية، ولم يقترض فلسا، بل عاش حياة عادية، ولم يخبر حتى أهله بصفة نهائية. قال: أخشى أن تطمع في العائلة القريبة والنائية. ظل سنوات ينتظر، فكانت الحصيلة خيالية. إنها ميزانية، وأية ميزانية! اشترى بها قطعة أرض فتضاعفت أضعافا متتالية، ثم باعها واستثمرها في مشروع، فأصبحت لديه أجرة ثانية. المرجو الاشتراك في القناة تشجيعا لنا، جزاكم الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الممرض الطماع. بني مستوصف في أعالي الجبال في البادية، فرح القرويون فأتوا من كل ناحية، رحبوا بالممرض وقدموا له أزهارا زاهية. قال: سأعالج كل مريض وأم شاكية، وكل شيء